في البدايه بنحيي جمهور نادي الزمالك على التيفو والدخله الجميله النهارده والتشجيع الناري من اول دقيقه لاخر دقيقه. فنيا وعلى المستوى الفني من اول 45 دقيقه ونادي المقاولين متكتل دفاعيا ومضيق الخطوط والمساحات على نادي الزمالك، وده اللي ما خلاش نادي الزمالك يقدر يشكل خطوره على مرمى نادي المقاولين او يحرز اهداف طول الشوط الاولاني. في الشوط الثاني حاول يانيك فيريرا ان هو يغير في اللعيبه تغييرات زي ناصر منسي واخوان الفينا، لكن بالنسبه للجوءهم للكرات الطويله اللي من نص الملعب ما قدروش يهددوا مرمى نادي المقاولين طوال الشوط الثاني. نادي المقاولين يحسب له التكتل الدفاعي والتنظيم الدفاعي اللي افسد بيه هجمات الزمالك من اول الماتش لاخره، وكان شكله في الشوط الثاني هجوميا اعلى نسبيا من نادي الزمالك. نتمنى نشوف نادي الزمالك في الماتشات اللي جايه باداء هجومي افضل من كده واعلى من كده، لان تملي الدوري مش هيحلو غير لما يكون في منافس للنادي الاهلي اسمه نادي الزمالك يكون في اعلى مستوياته. اتمنى يكون شرح المبسط ده عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم ميدو الصباغ، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني. السلام عليكم.